فيديو جديد بقى وهيبقى فريد من نوعه شوية. الفيديو ده تنويه كده قبل ما نبدأ. الفيديو ده هيكون طويل وما فيهوش أي مونتاج ولا أي جرافيكس ولا أي حتى سكريبت، ده هيكون رو عادي. فالفيديو ده هيبقى زي بودكاست كده. فأنت لو بتعمل حاجة ولا وراك حاجة تعملها، اعملها وأنت بتسمع الفيديو ده عشان ما تقعدش قدام الفيديو وتقول ما فيهوش حاجة أو الفيديو ممل أو كده. دي نقطة. النقطة التانية، في الفيديو ده هنتكلم عن كذا حاجة يعني، حاجات تهم أي فيديو editors. وفي أول الفيديو هنتكلم طبعًا أنا ليه كنت ما نزلتش ليه حاجة الفترة اللي فاتت، وهنعمل إيه قدّام في القناة وكذا حاجة يعني كده. طيب نبدأ الأول، أنا ليه ما نزلتش فيديوهات الفترة اللي فاتت؟ يعني جيت في فترة كده أنا كنت بانزّل كتير وكنت فعلًا كاتب سكريبتات كتير جدًا. بعد ما كتبت السكريبتات دي وقفت حسيت إن هو أنا باجري ورا شوية أرقام وما فيش تطوّر في الجودة بتاعة الmontage بتاعي، أنا واقف في نفس الحتّة، ما فيش أي فرق، في حين إن في غيري ممكن آآ يعني بيعمل عدد أقل من الفيديوهات بquality عالية وفي نفس الوقت بيوصل لreach أعلى، فهو ضارب ال3 في 1 يعني كُلّ يعني. فقُلت لأ، عايزين نُقف كده ونقرر إيه الغلط أو إيه اللي بيتعمل وكده يعني. مبدئيًا المفروض يعني دي حاجة لسه مكتشفها، المفروض إن الفيديوهات اللي بتبقى بتجيب مشاهدات مثلًا على تيك توك أو انستا غير اللي بتجيبها على اليوتيوب، يعني دي ليها فيديوهات مثلًا ترندي أو رائجة، ودي ليها فيديوهات ترند أو رائجة تانية. فقُلت هنوقّف شوية فيديوهات وهنعمل فيديوهات إيه، يعني رائجة شوية وكده. والمشكلة إن أنا كنت باكروت نوعًا ما في فيديوهاتي، إن أنا هاحاول أخلّص الفيديو في يوم أو في 3، 4 ساعات عشان يلحق ينزل، فطبيعي يعني كان بيظهر فيه غلطات وإن الquality ما بتعلاش. فقعدت أتفرّج على فيديوهات وأدخّل بقى input كتير وأعمل تغذية بصرية، وأنا كنت شغّال أصلًا على فيديو من على اللاب لمدة حوالي 3، 4 أيام، اللي هو كان الpromo اللي نزل على تيك توك وإنستا. بس جيت أنزّله على اليوتيوب حصل مشكلة، قال لي في الsound عليه copyright. طب ما هناك ما قالش عليه copyright، وأصلًا الموسيقى اللي أنت ذاكرها غير اللي أنا مستخدمها خالص. قُمت ماسح الفيديو مريّح دماغي يعني. فقُلت ده هيبقى فيديو عودة هنا يعني على القناة وكده. فبس، فقُلت إن إحنا المفروض نعلّي الquality بتاعتنا وهننزل على حساب إن إحنا ننزّل كل يوم عادي، ممكن مثلًا أنزّل يوم أو يوم لأ، ممكن مثلًا الفيديوهات الطويلة هتبقى أقل، في فيديو واحد في الأسبوع، الshorts مش لازم كل يوم مقارنةً بالقنوات التانية. يعني مثلًا عندك قناة money lab في الmontage، في قناة برضه طالعة جديدة بتاعة الأستاذ أحمد الجندي ما بيطلعش مثلًا كل يوم تشوفه، لأ، ممكن كل يومين، 3، ممكن مرّة في الأسبوع. نفس الكلام حتى في الshorts اللي هي المفروض تنزل كل يوم ما بيعملوش كده. فمعظم قنوات الmontage مقارنةً بيها أنت برضه لازم حتّة تكون عارفها كvideo editor عادي، إن أنت تكون مُلِم بالمنافسين اللي حواليك، دي نقطة. فأنا برضه بابقى أبُص على المنافسين مع اللي حواليّا بيعملوا إيه، بينزّلوا إيه، كلام من ده. فلأ، أنا عامل quantity أو كمية على الجودة خالص، الجودة حتى أنا مضيّعها، دي الفكرة. فإحنا نحاول ننزل شوية على حساب الكمية، مش هنقطعها خالص، بس في نفس الوقت هنعلى بالquality، هنعلى بالgraphics بكده. فدي نقطة برضه. والنقطة التانية، إيه الهدف أصلًا من القناة؟ الهدف من القناة أصلًا إن أنا باخاطب الشخص اللي هو مثلًا عايز يبتدي يغيّر حياته المادية أو حابب يتعلّم مهارة معيّنة، المهارة دي بعد كده يدخّل منها فلوس، بس قدّامه عائق الإمكانيات. فلأ، أنت عندك فرصة إن أنت معاك جهاز مثلًا زي الموبايل قدّامك، تقدر تبدأ منّه، تعمل منّه حتى لو مبالغ بسيطة تجمّعها بعد كده وتشتري جهاز لابتوب مثلًا قوي والّا حاجة، و تعلى في المستوى بتاعك والدنيا تتطوّر معاك ما فيهاش مشاكل. فالحتّة دي بالاقي ناس كورسات بشكل عشوائي جدًا في حتّة المونتاج على الموبايل بالذات، ويا بيستخدموا مثلًا CapCut فالنسخة المقفولة أو بيستخدموا برامج كلّها AI وسريعة، فالquality بتبقى مهروسة، ما فيش حاجة جديدة حتّى في الcaptions. ففي شغل كده بيبقى عك كتير في الجزء بتاع الموبايل، يعني الناس فاكرة حتّى لو على الموبايل قص ولزق، لأ أنت ممكن تجيب quality عالية أو جيدة جدًا أو ممتازة بالنسبة للموبايل تطلّع منها quality عالية وتمسك قنوات على فكرة عادي شغّال. ف دي نقطة أو دي الهدف اللي أنا باخاطب بيه الجمهور. فاللي جاي يعني مستقبلًا إن إحنا هنحاول نعلى بالquality بتاعتنا حتى لو حتى كمان في الthumbnail بتاعة القناة مش عاجباني خالص، وفي العنوان، السكريبتات وكلّه هنحاول نطوّر فيه.
إن الفيديو ياخد حقه ويتعاد مرة و2 و3 قبل ما يpublish. الفيديو ممكن ياخد مثلًا يومين 3 عادي بيتعمل عليه مونتاج. إن إحنا نعمل تغذية بصرية أكتر. بالمناسبة التغذية البصرية، أنا مؤخرًا عجبني موقع جدًا Behance عليه تغذية بصرية، أنت لو دخلت فيه مش هتطلع. يعني اكتب Behance وعندك بقى categories كتير فوق، عندك الPremiere، عندك After Effects، عندك 3D، عندك حتى الصور العادية. موقع Behance هو موقع تقدر تحط عليه portfolio بتاعك لأي فيديو editor. Behance أو Vimeo، الاتنين دول مهمين جدًا، لازم يكون عندك حساب عليهم، أو على الأقل واحد منهم. أنا خلاص أنا اعتمدت Behance. فدي نقطة، فإن إحنا هنقل بالquality شوية. ممكن ما تشوفنيش كل يوم، يعني مثلًا ممكن يوم ويوم لأ، يومين ويوم لأ، قصدي يومين لأ ويوم كده يعني، بين كل فيديو والتاني يومين 3. وهنغيّر شوية في اللوجو بتاع القناة. لو حد بيعرف يعمل لوجوهات مثلًا وحابب يعمل لي لوجو ولو عجبني هاستخدمه، هاعمل له mention يعني عادي للchannel بتاعته أو للbrand بتاعه. لو حد بيعرف يعمل لوجوهات يعني، بس يكون بنفس الtheme بتاع القناة، لإن إحنا هنعمل يعني بعد كده هنعمل تغيير شوية بسيط في اللوجو بتاع القناة. يعني هنعمل لوجو جديد يعني، بس بنفس الألوان، يعني مش هتطلع بعيدًا عن الألوان خالص. وهتكون دي الهوية بتاعتنا، لإن بعد كده في مفاجآت كتير لمّا نكبر شوية قدّام إن شاء الله هيكون في مفاجآت هتتعمل لكم. دي نقطة. النقطة التانية بعد كده كلام لأي فيديو editor. أنا كنت باتعلّم برضه من Isaac، أو ممكن أنت تنطقها إيزاك. اتعلمت منه يعني بصّيت على كذا حاجة. هو الفيديوهات بتاعته حرفيًا ممكن يقعد على الفيديو بتاعه، هو قال ممكن يقعد على الفيديو بتاعه شهر عادي، في سبيل إنه يطلّع quality عالية. والصراحة أنا عاجبني كذا حاجة هو اتكلّم عليها. الthumbnail هو مثلًا بيستخدم، قال لك إن الthumbnail مثلًا لازم يكون عندك لون أساسي ولون ثانوي، وفي ألوان مثلًا محايدة تكون متضافة. دي هنتّبعها في اللوجو قدّام. الthumbnail ممكن نوعًا ما إن أنت أو 4 فيديوهات زي ما بيظهر لك في الصفحة الرئيسية لو على اللاب، لازم يكون 4 فيديوهات بنفس الthumbnail. بعد كده تبتدي تغيّر عشان ما يبقاش أنت بتعمل حاجة copy paste. لازم تتكلّم تكون على مواضيع رائجة، ودي حاجة هنتكلّم عليها دلوقتي يعني. إن أنت، دي حاجة حصلت لي أنا شخصيًا، إن أنا باكون مثلًا شغّال على الscript جامد، اشتغلت على الscript جامد، اشتغلت على الmontage بالsound effect بالأفكار بكل حاجة. ألاقي في الآخر الفيديو مش جايب مشاهدات عالية. تيجي تبُص على الإحصائيات بتاعته، الفيديو مثلًا حرفيًا النُص قعد، يعني نُص الناس اللي اتعرض لهم ما حدش قلّب swipe. في retention rate عالي، في ناس قعدت كتير، وفي مثلًا الwatch time كتير والتفاعل. وتبُص تلاقي يعني كل الحاجة كانت المفروض بيتقال عليها تخلّي الفيديو يضرب، ما خلّوش ينتشر. فالفكرة كلّها ترجع في الأصل أهم حاجة عندك، وهي الidea أو الفكرة بتاعة الفيديو. هل الفكرة دي المشاهد أصلًا عايزها وهي مطلوبة في الوقت الحالي والّا لأ؟ فأنت في الأول بالذات، وده اللي إحنا هنعمله الفترة الجاية، إن أنت تعمل محتوى للمشاهد بتاعك، مش تجيب مشاهد للمحتوى بتاعك. بمعنى أنت في الأول لازم هتعمل فيديوهات أكتر حاجات فيها بحثًا، سواء كان على اليوتيوب أو تيك توك أو إنستا، وتنزّلها ليه؟ عشان تبتدي تبني جمهور في الأول. بعد ما تبني جمهور والجمهور ده خلاص بقى عارفك والجمهور ده تبعك أنت، تنزّل أنت فيديوهات خاصة بيك. دي الفكرة، إن أنت تنزّل فيديوهات خاصة بيك أنت. آآ يعني هو بعد كده يشوفها عادي، إنّما في الأول ما حدّش يعرفك، فهو ما عندوش لسه حتّة الولاء أو الثقة فيك إن هو يتفرّج على الفيديو أصلًا. فدي نقطة. وبعد كده بييجي بقى بقية الحاجات، سواء إن أنت هتختار الصور، هتختار الscript، هتختار الP rolls، النشر، اللي أنت تكون صبور. حتّة تكون صبور دي يعني فرقت معايا في حاجة. لمّا أنا كنت بانزّل كل يوم، دي حاجة برضه كنت بالاحظها. كان لمّا بانزّل مثلًا الفيديو اللي بعديه تاني يوم تقريبًا كان الalgorithm بيلغي نشر الفيديو اللي قبليه، يعني بيوقّف تفاعلات عليه، أو بيوقّف إن الفيديو يزيد أكتر في المشاهدات. والاقي مثلًا الفيديو الجديد هو اللي بيجيب تفاعل والتاني القديم ده وقف. فلمّا صبرت شوية لقيت لأ، إن الفيديو حتى لو ما كانش بدأ بداية كويسة، لأ هيوصل لعدد مشاهدات عالي، عفوًا. وبعد كده يجيب مشاهدات كتير. على سبيل المثال آخر short أنا منزّله عندي على القناة داخل في حوالي 1700 مشاهدة. الفيديو ده قعد حوالي يومين بالضبط في ال50 مشاهدة، يومين. بعد كده أنا لو كنت بعد اليومين دول بالضبط نزّلت فيديو تالت، كان ده فضل يتحشر عند ال50. بس لمّا سِبته اشتغل وجاب الreach بتاعه وصل في الآخر لل1700. فهي دي الفكرة، إن أنت تسيب الحاجة تاخد حقها وبعد كده تنزّل فيديو جديد، فدي نوعًا ما بتفرق في المشاهدات بتاعة الفيديو.
وإن الalgorithm ممكن تفهم أصلًا غلط من كتر ما أنت بتنزّل فيديوهات كتير ورا بعض، مثلًا كل يوم فيديو، والفيديوهات دي ما بتجيبش reach أوي عالي في الأول، هيفهم إن الفيديوهات بتاعتك ما عليهاش أصلًا انتشار، هيقلل أصلًا إن هو يروّج للفيديوهات دي وإن هي تنتشر أسرع، دي نقطة يعني. في نقطة تانية وهي النقطة المعضلة، أفضل برنامج مونتاج سواء على الموبايل والّا على اللابتوب أو الكمبيوتر عامةً. أولًا الجملة دي غلط، 100 مرّة إحنا قُلنا إن المونتاج ده هو عبارة عن فن زي الرسم كده. هل الأدوات مثلًا اللي معاك زي مع الفنان لو مثلًا إحنا هنرسم رسمة عادية بورتريه بأبيض وأسود واديتك أنت نفس القلم ورسّام تاني محترف نفس القلم، مين هيطلّع توقع إن هو رسمة محترفة؟ أكيد الرسّام المحترف، مع إن أنتم الاتنين معاكم نفس الأداة، حتى لو هي محدودة شوية، لو قلم واحد هو هيعرف يعمل منّه رسمة أحسن منّك بكتير. يبقى هي فكرة المونتاج أو البرنامج عامةً، البرنامج أو الassets اللي أنت بتستعملها سواء كان transition، سواء كان حتى overlay، سواء كان حتى sound effect أو الmusic اللي أنت بتستعملها، دي كلّها أدوات بتترجم الأفكار اللي جوّه دماغك. فأنت ما تحطّش إن ده عائق، هي مجرّد أدوات، الأدوات دي ممكن يبقى فيها حاجات زيادة، حاجات أكتر إن أنت تخصّص فيها customize أكتر، فيها حاجات more professional، بس ده مش هيمنعك إن أنت تعمل مونتاج خالص أو إن أنت توصّل الفكرة حتى لو بنسبة 90% منها، هي كلّها في الأول وفي الآخر أدوات. فدي نقطة، إن أنت ما ترميش العائق كلّه على المونتاج، حتى هو اتكلّم في الحتّة دي، إن هو العائق بتاعك هو دماغك، هو الأفكار اللي جوّه، وإن أنت تحاول تترجم الأفكار، وما تقولش تحط نفْسك في حتّة الريتم الثابت، بمعنى أنت واحد منزّل إزاي تعمل مونتاج معيّن أو style معيّن، هتاخد في غيرك م م م مئات وآلافات وملايين غيرك شافوا الtutorial ده، فهو أكيد هو أكيد الstyle ده اتشاف من 50 واحد قبل كده، يعني الstyle ده اتهرس، خُد أنت الأساسيات وطبّقها على اللي في دماغك، هتطلّع فكرة تانية أحسن 200 مرّة. الفكرة إن أنت ما تحطّش تقول لأ ده ينفع ده ما ينفعش، الفكرة في المونتاج أو إن أنت عايز تطلع بstyle جديد أو إن أنت تطلع بstyle أو خَط يميّزك، إن أنت تجرّب خطوط كتير، مش خطوط عفوًا، إن أنت تجرّب ستايلات كتير، دخّل حاجات كتير ما تنفعش مع بعض، ما يمكن تضرب، ممكن أصلًا حاجات كتير ما تنفعش مع بعض، أنت في دماغك شايفها إن هي مش هتنفع، على أرض الواقع هتنفع وهتضرب وهتبقى style مميز ليك. على سبيل المثال، أنا فضلت نوعًا ما في الفيديوهات أغيّر في الخط لغاية ما في خط كنت شايفه weird نوعًا ما، بس الخط ده اتسألت عليه كتير، اللي هو MT Nitro Display، أنا والله ما فاكر شكل الخط أوي، بس الخط ده أكتر خط اتسألت عليه وتقريبًا ده آآ هو اللي ممكن أستعمله بعد كده في فترة طويلة شوية في فيديوهاتي، إن الخط عليه طلب وعجب الناس ونوعًا ما ده بيميز قناتي، أو خط تاني كان اسمه خط الباندا، الخطوط كنت باجيبها من Arab Font، تمام، دي نقطة برضه هاقول لكم الحاجات اللي باجيب منها يعني الخطوط أنا أغلبيتها كنت باجيبها من Arab Font الصراحة، هي هو ده المصدر الرئيسي للخطوط. بالنسبة للsound إفكتات أو الsound بتاعة الtransition اللي أنت بتسمعها دي، باجيبها من حاجتين أو 3، هو 3 مؤخرًا بقى 3 نوعًا ما، يمكن حاجتين أو 3، عندك موقع Artlist، عندك موقع Pixabay وموقع Mixkit، وإن Mixkit فيه شامل كلّه هو وPixabay، Artlist نوعًا ما music أكتر من sound effect. فدي نقطة، أنت كvideo editor إن أنت البرنامج اللي أنت بتستخدمه سواء على كمبيوتر أو على موبايل، هي مجرد أداة، فأنت برضه عشان أريحك لو أنت عايز برضه حاجة أفضل، هو حاليًا دلوقتي VN على الموبايل، الCapCut عشان طبعًا الاشتراكات اللي بتتعمل فيه فلغِته، مع إن أنا في مميزات أحسن كمان من VN دي صراحةً يعني، في كام ميزة بالAI بتتعمل perfect مش موجودة في VN، وحاجة كمان اكتشفتها إن الاشتراكات أسعارها بتختلف من بلد للتانية، دي حاجة غريبة، ده أسعار الاشتراكات مش موحدة في برنامج CapCut، حتى نسخة الكمبيوتر كمان اللي تيجي تعمل لها export هتلاقيها وصلت معاك برضه في watermark في الآخر، دي نقطة. نقطة اللاب أو الكمبيوتر والحتة الإمكانيات ملخصًا عشان أنا لفيت كتير في حتة البرامج دي ولغاية ما صدعت كنت هاقفل من المونتاج خالص الصراحة، لإن الحتة دي ممكن تضيّع عليك حرفيًا شهور ويمكن سنين وما تشتغلش في المونتاج، بسبب حتة البرنامج دي. ملخصًا، على الكمبيوتر في برامج كتير open source مدفوعة مفتوحة المصدر يعني مش مدفوعة مجانية، بس يعني كل واحد لازم يبقى فيه مشكلة.
اقل واحد فيهم مشاكلا او اعلاهم واحد مجاني معروف دافينجي ريسولف. تمام، بس دافينجي ريسولف انا هنكون على جنب، اقول لك ليه دلوقتي. بيجي بعدها برامج كتير، انا شايف الوحيد اللي ينفع ينافس فيهم لو جهازك امكانياته متوسطه اللي ضعيف، عندك حاجه من الاثنين: يا هتاخد كيب كات وهتدفع الاشتراك بتاعه، يا هتروح لكيدن لايف، وده اللي احنا ممكن ننزل عليه توتوريال قدام لو انتوا طلبتوا يعني. تمام، انا كيدن لايف لغايه دلوقتي مش شايف فيه مشاكل خالص، وهو يعتبر بسيطه نوعا ما، بس مختلفه عن بريمير ودافينجي. يعني لو انت شغال على دافينجي او شغال على بريمير، الواجهتين قريبين من بعض، مش هتختلف في حاجه. او لو ان اصلا حتى الثلاثه كلهم شغالين شبه بعض قوي. طيب، ليه انا نكرت دافينجي ريزولف على جنب؟ دافينجي ريزولف اولا الواجهه بتاعته نوعا ما للشخص المبتدئ مش سهله خالص، هي المشكله بتاعته في الاول كله حظ منها، الواجهه بتاعته مش سهله. تاني حاجه دي انا شايفها ميزه وعيب، في ميزه صراحه مش شايفها عيب، ان دافينجي هو برنامج 3 في 1. بمعنى انت عندك بره في برامج ادوبي، في عندك ادوبي بريمير، وعندك افتر افكت، وعندك اوداسيتي بتاع الصوت. البريمير مونتاج، الافتر افكت لشغل الجرافيكس وال 3 دي. افتر افكت مش برنامج مونتاج عشان الناس ما تدخلش الامور في بعض، الاوداسيتي للصوت. دافينجي ريزولف في الثلاثه. دافينجي ريزولف في الجزء بتاع الايديت بتاع بريمير، في جزء عندك او خانه تحت اسمها الفيوجن، والفيوجن دي بتاعت اللي هي زي الافتر افكت بالظبط، هو انا تعادلها. وفي عندك خانه ثالثه الفير لايت، ودي مسؤوله عن الصوت. دي نقطه. طيب، ما عيب دافينجي ريزولف؟ دافينجي ريزولف بما انه برنامج تلوين قوي، دافينجي ريزولف بالنسبه له رقم واحد ياتي في المكونات عندك هو كارت الشاشه. كارت الشاشه لازم يكون متوسط فيما فوق. يعني انت لو هجيب مواصفات مثلا رامات عاليه ومعالج عالي، لا، انزل بالاثنين دول متوسط وهات كارت شاشه عالي في المقابل، هتشوف اداء بيرفكت. في حين انت لو جايب اعلى معالج واعلى رامات بس ما فيش كارت شاشه او كارت شاشه ضعيف، اتفرج على اداء زباله في دافينجي ريزولف حتى وانت بقى في التايم لاين من غير قبل ما ترندر كمان. فهو ان دافينجي ريزولف بيعتمد حرفيا بنسبه 80% على كارت الشاشه، هو اساسي وهو ده روحه. ده يعني لو رحت بريمير بيعتمد بنسبه اقل بكتير من كده كمان. يعني بريمير لو جبت كارت، لو عليت مثلا، لو هستخدم كارت مثلا 4 جيجا ولا 6 جيجا في دافينجي، لا لا، ممكن استخدم كارت 2 جيجا. فلو كارت 2 جيجا على بريمير برو، لا، هيديك اداء مختلف تماما يعني. بس امكانيات حق يعني، امكانيات حتى من نفس الامكانيات المتوسطه، وكارت 2 جيجا لا، اداؤه هيبقى اعلى من دافينجي بكتير. بس انا بريمير، انا مش ضد بريمير خالص، ولان ان الناس كلها بتتجه لبريمير، انا مش عايز الناس كلها تتجه لبريمير. ليه؟ انا واحد مثلا بعد ما وصلت حتى ورحت جبت جهاز، طبعا عايز انزل برنامج، هوب ده انت عايز اشتراك مثلا 20 $30 في الشهر. انا لسه بعمل شغل ب 20 $30 اصلا، فاللي هو بس لو جات لي شغلانه ولا اتنين فنص فلوسي بتروح للاشتراك. فازاي هيمشي الموضوع؟ هي دي اللي النقطه اللي بتكلم عليها. انت ممكن الحاجه الصراحه، لو انا هدفع اشتراك، لو انا قدامي دافينجي ريزولف وبريمير برو، انا مش هدفع اشتراك في بريمير برو، انا ممكن ادفع اشتراك مثلا في افتر افكت او يعني مجموعه تانية غير بريمير برو. لو مقارنه، لا، فدافينجي ريزولف هيبقى يعتبر هو اللي بيقدمه بالظبط بريمير برو، ويمكن زياده عليه حته التلوين. حته التلوين دي يعني هو دافينجي اساسي بيستخدم في يعني قلناها كذا اكتر من مره، بيستخدم في افلام هوليوود. تمام، فدي نقطه اتكلمنا عليها سواء في برامج المونتاج والموبايل، وهنا الجزء بتاع القناه. نيجي الجزء الثالث بتاع الكونتنت كريشن. انا بتكلم في مواضيع عشوائيه، يعني الفيديو ده زي ما قلت مش سكريبتد نوعا ما. الكونتنت كريشن موضوع مختلف تماما، ان انت تبقى فيديو اديتور وانك تبقى صانع محتوى. هيفرق ان انت صناعه المحتوى مش هتبقى بهدف ان انت تجري ورا شويه فيوز او تجيب شويه سبسكرايبرز، الموضوع بيبقى مختلف تماما. انت ممكن يبقى عندك 100 مشترك او 100 حتى فولو وفيوز قليله، بس يجيب لك شغل. انت بنستخدم المنصات دي ان هي في الاول وفي الاخر هي بورتفوليو لينا. هي بورتفوليو لينا. يمكن الفيديو اديتور نفسه او الفيديو اديتنج مش هيجيب مشاهدات غير لو حد عايز يتعلم فيديو اديتنج، انما المشاهد العادي مش هيرجع يشوف المونتاج بتاع الفيديو ده اتعمل له ايه. هو اهم حاجه قدام المعلومه اللي بتظهر له او الفايده او الفاليو اللي بياخدها من الفيديو. فحتى دي كانت نقطه ان هو انت ممكن
تكون ضابط hook بscript بكله، بحاجات كتير في المونتاج عندك. وفي الآخر الدنيا تطلع مش ألطف حاجة. الكابشنز برضو عندك في الفيديوز، أنت ممكن تعملها يدوي ممكن بالAI، بس الAI اتهرست، يفضل إن أنت تعملها باليدوي، تطلع لك فونت خاص بيك تقعد تجرب. الميزة في المونتاج إن أنت ما فيش حدود، هي حدودك دماغك حرفيًا. تقعد تجرب أساليب كتير، حاجات كتير مترقعة مع بعض، مرة ده هيضبط، ده مرة ده هيطلع وحش، مرة أنت هتتفاجئ إن أنت حاجة مش عاجباك خالص وجابت أعلى مشاهدات، والناس بتسألك أنت عملتها إزاي، وحاجة أنت تعبان فيها وطالع عينك وفي الآخر مش هتجيب فيوز يعني ده عادي. فهو الموضوع ملوش ملكة يعني. بس صناعة المحتوى في حاجات أساسية، مثلا أنت لو على اليوتيوب فاللونج فورم لازم بالذات يعني أول حاجة عشان تجيب مشاهدات لو اللونج فورم حاجتين. اولا الفيديو ضغط عليه ده عن طريق الثامبنيل والعنوان ده وش. لو الفيديو ما اتضغطش عليه، على سبيل المثال انت بتخش على عندك على اليوتيوب ستوديو بيظهر لك في امبريشن والكريك ثرو ريت، اللي هو الامبريشن ده اللي هو الفيديو ظهر قدام الناس كم مره. ممكن الفيديو يبقى ظهر قدام الناس مثلا 1000 مره، او ظهر قدام 1000 مستخدم وفي جاب 100 مشاهده، يبقى كده الحوالي الضغط 10%. معنى ذلك ان انت عندك مشكله في حاجتين، الثامبنيل والعنوان. يا الثامبنيل وحش يا العنوان اللي انت كاتبه وحش، او الموضوع اصلا حاجه ثالثه، الموضوع نفسه هو اللي له علاقه بالعنوان نوعا ما، الموضوع نفسه مش يفيد. تمام. يعني انا مثلا ممكن يكون فيديو قدامي جايب ملايين المشاهدات، بس انا الموضوع ما يهمنيش، مثلا بيتكلم عن حاجه انا مش مهتم بيها او مش من الانترست بتاعتي، فخلاص هفكس لها. مش معنى ذلك لا الثامبنيل وحش ولا آه، العنوان وحش. على سبيل المثال ممكن يبقى فيديو اصلا مش من الاهتمامات بتاعتي، بس الفيديو ظهر قدامي ووقفت قدامه، خلاص شفت العنوان شفت، بس الموضوع ما يهمنيش او الموضوع مش عايزه، فخلاص هسكيب. فهي دي الفكره، دي نقطه. النقطه الثانيه عشان الفيديو جوه يكون طويل او مش طويل، ان انت الفيديو يكون متشاف جوه، اولا لازم الفيديو بتاع اليوتيوب اللونج يكون لونج، ما تحطيش فيديو دقيقتين ثلاثه، حط من 8 فيما فوق، يعني من 8 ل 15 بقى كده بتاع في الرينج. انا شايف ان هو السيف زون بالذات للفيديوهات الطويله، حتى تقريبا الفيديوهات الطويله اللي دخلت في الرينج ده عندي هي اكتر فيديوهات جايبه فيوز. تمام. لازم تضيف جرافيكس، ان انت ما تخليش الموضوع كله عباره عن كلام، بان انت بالذات لو انت بتقدم محتوى فيسلس او من غير وشك زي ما انا بعمل كده وبصوت، بيبقى الموضوع اصعب شويه. عشان كده القنوات اللي بتبقى فيسلس بتبقى صعب ان هي تنزل فيديوهات كل يوم او تنتشر بسرعه، على عكس اللي هو بوشه. ليه انت وشك، انت بتصور بوشك ممكن تعمل يعني شويه جرافيكس بسيطه في تعبيرات في كده، كله بيسهل عمليه الاقناع وان انت الشخص تتشاف اصلا. على عكس ان انا اصلا من يعني فيسلس بصوتي بس، تخيل ان انت كل مشهد بتحطه اصلا يعني مش بتسيب حاجات رو كتير، يعني على عكس لو حد بوشه مثلا ممكن يسيب مثلا دقيقتين ثلاثه، دقيقتين يا عم او دقيقه ونص، من غير ما احط فيها دقيقه مونتاج، شويه كلام بيطلع واصلا الفيديو شغال. ده انا بقى الدقيقتين دول هضطر احط كام بيرول هنا وكام وكام آه كام مثلا افكتات وساوند وكلام من ده كله. برضو نقطة، ممكن في ناس بتجيب لقطات، احنا ممكن نجيب الساوند برضو عشان ما ننساش، او البي رولز او اللقطات اللي ممكن تستعملها، او حتى الاوفرلاي اللي هو في حاجات تبقى 3 دي كده، حاجات بتطرقع هنا اللايت برق ورعد، ممكن تجيبها من اليوتيوب عادي على فكرة، سهلة. والله بتبقى بيجيب جرين سكرين معلهاش كوبي رايت يعني، سهل. فدي نقطة لو اللونج فورم عندك لليوتيوب. الشورت فورم لازم ان انت هوك في اول 3 ثواني بالجرافيكس طبعا، بالكلام بكله، بالكابشنز حتى اللي ظاهر، كله كم يعني. حتى بحاول ان انت توصل لستايل توحده، عشان ما الاقيش انا لما اجي اخش عندك على الاكونت الاقي سمك لبن تمر هندي، كل فيديو بستايل مختلف عن اللي قبله، احس ان الاكونت بتاعك مش شخص بروفيشنال عامله. حتى لو الستايل ده نوعا ما مش حاجه مطرقعه، ممكن تبقى حاجه بسيطه بس انت وحدتها مثلا اخر 6 فيديوهات، لا احس ان الراجل ده ايه، في شغل بروفيشنال بيتعمل عنده على القناه. تمام. الصن بانيل انت ممكن في طرق كتيره عجيبه بتتعمل بيها، بس انا شايف ان الصن بانيل انت ممكن ابسطهم كانفا هو اللي هتعمل بيها، بدل ما تخش في دوامه فوتوشوب. وفوتوشوب برضه باشتراك على فكره. الفوتوشوب ده مش حاجه يعني، مش زي المونتاج. الفوتوشوب عشان نزل خلاص، الفوتوشوب ده برنامج بيستعبد انت في تعديل الصور، اسمه فوتوشوب. ومؤخرا في نزل افينيتي ده من كانفا اللي بيستعمل AI برضه.
لازم برضه تهتم بالscript عندك والhook، والمعلومات اللي بتتقدّم جوّه، تحط call to action مهم، لازم تراقب الجرافات والanalytics اللي بتتحط، مش كretention rate والتفاعلات والكلام ده كلّه ما تفرقش، ممكن كhook، هل الhook هل الفيديو هل الشخص دخل أصلًا الفيديو طوّل؟ طيب هل الشخص لو في مثلًا وقعة كده كيرف في الأول، يبقى ده كده في مشكلة عندك في الhook، وقعة في الآخر مشكلة عندك إن الشخص يطوّل، في مثلًا ومشكلة مش عارف فين في الآخر، يبقى في مشكلة في الcall to action. لازم تراقب برضه الanalytics بتاعتك، سواء كان يوتيوب، تيك توك، انستا. مش معنى إن الفيديو ضرب عندك على منصة يبقى يضرب على الاتنين التانيين، ما لهاش دعوة خالص، خالص. كل منصة ليها الفيديوهات الرائجة بتاعتها، اهتم بالموضوع ده كويس. اعمل هوية خاصة ليك، ما تقلدش حد خالص. ماشي، ممكن أنت في الأول تقلد حد، يعني أنت ممكن تعمل، وحتى لمّا تقلد أنت ممكن، حتى لو عايز تقلد أنت ممكن مثلًا عجبك 2 ستايلين ل2 video editors، اعمل mix ما بينهم هتطلع style ليك أنت التالت. لغاية ما مع الوقت تبتدي تحترف وتطلع style خالص مختلف عن الناس دي كلّها. إيه يعني لمّا تتخصص في مجال ما في لازم تتخصص في مجال برضه، اللي هو يا بروموهات يا مثلًا short form أو long form كده. مش كل يعني مثلًا في فيديوهات الإعلانات غير الفيديوهات بتاعة البرومو، غير الفيديوهات بتاعة الlong form. أنا بالنسبة لي ما باحبش فيديوهات الإعلانات خالص، ما ب مش طايقها الصراحة، ما باحبهاش. فأنا بالنسبة لي لو هاشتغل على بروموهات، هاشتغل على الshort والlong form بتاعة اليوتيوب، حاجات شبه كده يعني. حابب برضه أتكلم على نقطتين كده قبل ما نقفل. إحنا داخلين على نُص ساعة بنسجل يعني، عملنا فيديو طويل أخيرًا يعني. المهم حابب أتكلم على آآ كذا حاجة يعني الAI والتسعير بتاع الvideo editing والصوت، وحاجة طبعًا عشان ما انساش. هي فيديو كده عندي كان ضارب يعني مثال على اللي أنا كنت باقوله. المهم نيجي الأول في مثال كده كنت عايز أقوله ل للجزء بتاع الشغل وكده، والفكرة بتاعة الأيديا عامةً يعني. أنا كنت جيت في مرة كان في حد طلب أعمل له فيديو بشكل مجاني يعني، لحد يفتكر إن هو بييجي له عُملا، يعني هُم مرتين اللي عملتهم بشكل مجاني بس. فكان فيديو لمحمد حكيمي اللي هو عندي على تيك توك، والفيديو عملت له مونتاج حتى بسيط اللي كان طالبه هو، عملت له حتى مونتاج بسيط ده اللي كان مطلوب، والفيديو مش متعوب عليه في المونتاج يعني. ونزّلت الفيديو ده أعلى فيديو عندي تقريبًا في ال3 منصات، يعني الفيديو ده جاي معدّي ال75,000 مشاهدة على تيك توك، هو أعلى في ال3 منصات عندي يعني، يعني أعلى من يوتيوب وإنستا. فهي دي الفكرة، فكرة الأيديا أنت ممكن حتى الscript مش متعوب عليه، مش أجمد حاجة، ولا فكرة retention rate، ولا إن هو في فيديو أطول حاجة، بس الفكرة إن الموضوع التليفون اللي كان بيتكلم عليه في الفيديو ما خدتش بالي، ده حاجة بيتبحث يعني عليها طلب وسؤال عليه كتير، فالناس بتخش تكلمني على أساس إن أنا محمد حكيم، والناس بتخش تكلمني على أساس إن هو الفيديو عايزين ترشيحات. يا جدعان أنا والله فيديو editor لو دخلت على الصفحة هتشوف. بس دي نقطة. النقطة التانية عشان برضه ما أطوّلش، نقطة التسعير، نقطة التسعير دي نقطة ما لهاش قاعدة ثابتة، ما ينفعش أمشي على rule معيّنة. في إن أنت يعني في ناس باشوفها بتعمل غلطات بشعة، اللي هو الدقيقة ب200 جنيه وال5 دقايق فيديو طويل له 500 جنيه، ده غلط. أنا مش داخل أشتري باقة نت، فاهم؟ في حاجة أنا معلش أنت ممكن تقول لي دقيقة البتاع ب200 جنيه، أنا ممكن أطلب منّك شغل يبهدلك، والشغل ده مش هيتطلب لي في 200 جنيه، يتطلب فيه $200، وممكن يعني لغة الشغل مش عايز أقول يعني ممكن أهينه في شغل أو أبهدله في الشغل بال200 جنيه دول، فدي غلط. إن في مثلًا الوقت اللي مطلوب، هل السرعة، العدد بتاع الفيديوهات المطلوبة، الشغل اللي مطلوب في المونتاج، ده كله على أساس بيتحدد. يعني ممكن راجل مثلًا عنده budget معيّنة هتتحط للفيديو، أنت لأ والله الراجل ده عايز الفيديو يخلص مثلًا في يومين، لأ ده كده سريع موت، ده أنا هافضى لك مخصوص، أو مثلًا مش هافضى لك مخصوص، هاقعد لك مخصوص على الفيديو من دلوقتي، وممكن أسهر عليه، ومش عارف عايز إصدارات تقيلة، لأ أنت مثلًا طالب مثلًا هتطلب جنيه، لأ أنا ممكن آخد منك 5 جنيه مثلًا يعني. هي دي الفكرة في حتّة التسعير. حتّة الAI عشان في فيديوهات كتير بقت الAI إزاي تعمل فيديو بالAI، فيديو بالAI، فيديو بالAI.
كنت اتكلمت أنا عن جزء الAI ده قبل كده، وقُلت إن أنت عندك Runway أو Kling AI، ويمكن Runway كمان بيعمل نتايج كويسة، والفكرة كلّها إن أنت ممكن تعمل صورة آآ أولًا بشكل بAI، وبعد كده بتاخدها على Runway أو Kling ده وتعمل لها animate يعني، هي دي الفكرة، بس ما بيطلعش animate برضه perfect. الفكرة بقى فيها إن الAI في الmontage بالذات، أو إن أنت تعمل فيديو كامل بالAI فيه 3 مشاكل، إن هو الفيديو ما فيهوش مشاعر، مُصمت كده، وما ينفع ومش كامل، تحس إن الدنيا داخلة في بعضيها. برضه الAI أي حاجة فيها عنصر بشري، أو إن أنت توصّل مشاعر وتفاعلات والكلام ده كلّه، الAI لأ، فاشل فيها فشل ذريع يعني. فهو هيساعدك تعمل مثلًا مشهد 2، 3، تعمل صورة وأنت تحرّكها بقى يعني يا دوبك تعمل عليها zoom in وzoom out وتضيف عليها sound effect، زي ما موجود في مونتاج الدحّيح. وعلى فكرة في حلقة لمونتاج الدحّيح لو طلبت في الكومنتات هاصورها وانزّلها، يعني كنت كاتب الscript يعتبر. بس دي نقطة بتاعة الAI في ممكن في الAI حتى في اللوجوز، أو اللي أنا شايفه ممكن يبدّل فيها، يعني حتّة اللي أنت تعمل لوجو أو graphic design بتاعة أي حاجة صور. شايف إن هو هيقضي على الناس المبتدئة، بس برضه هيوصل level هيعُك، مش هيدّيك النتايج اللي أنت محتاجها، تقعد تcustomize مش هتعرف. فلأ، حتى الآن في مجالات روتينية بحتة الAI يستبدلها يعني بكل جدارة. المجالات اللي هيخش فيها الجانب الإنساني وتوصيل المشاعر ويفهم الهدف بتاعك، لأ، لسه شويتين 3، 4 لسه كتير. ومش هيقدر، أنا ما أعتقدش برضه مهمًا وصل، عمره ما هيقدر يوصل عنده حتّة الذكاء العاطفي إن هو يقدر يفهم المطلوب منّك أو يوصّل مشاعر للي قدّامك وكده. فالAI ما أعتقدش إن هو يقدر يستبدل الحاجات اللي بيبقى فيها جانب إنساني أو توصيل مشاعر أو كده يعني. هو هيبقى مساعد، حتى في الفيديو editing مساعد، ممكن تستعين بيه في بعض المشاهد أو الصور، يطلع لك حاجات مميزة ليك أنت، footage أنت مش موجودة على المواقع اللي هي الfree يعني، وفي نفس الوقت مش هيأثّر عليك في حاجة. ثانيًا أصلًا الفيديو بيبقى معمول كامل بالAI، أو حتى بيظهر لك محتوى متغيّر باين بالعربي مش عارف اسمها إيه، بيجيب views بس ما بتدفعلش عليه ربح. يوتيوب خد باله من الحتّة دي، والتيك توك والإنستا مهما جاب views ما بيدفعلش عليه ربح نهائي. فدي جزء. جزء برضه الصوت ممكن أنت بمايك سماعة عادي، بمايك التليفون نفسه، واللي تعمل له شوية تعديل ببساطة. عندك في Adobe Enhance باين اسمه كده، وفي Aphonic ده أشهرهم وأحسنهم، وده اللي أنا باستعمله يعني. هو ده أحسن حاجة للصوت وكده، وبس. دي كانت آمم يعني فكرة جديدة من الpodcast، لو عجبتكم ممكن نعملها تاني، ليه لأ يعني، بشكل دردشة كده بافكّر معاكم بصوت عالي يعني، وتسمع بودكاست كده مونتاج شوية، وأنت راكب في مواصلات والّا حاجة. وقُل لي إيه رأيك في الcomment تحت، واستناني بقى في الفيديوهات الجاية. أتوقع يعني هيبقى في شغل إن شاء الله، تطوّر في كلّه. كانت هو الحاجة الوحيدة اللي هتبذل مجهود في البودكاست ده، هو بس هادخّل الvoice ده على Aphonic، و وهاقوم جاي عامل بس باذل جهد شوية في الthumbnail لا أكتر ولا أقل. بس وما تنساش بقى إنك تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان تستنى الفيديوهات الجاية. وما تنساش تخش برضه على التيك توك والانستا عندنا باسم قناة ريندرز، برضه تكتب ريندرز هيطلع لك القناتين بتوعنا، البيدجين بتوعنا، واعمل لي فولو هناك. وبس كده، اشوفك الفيديو الجاي، ويا ريت ما كنتش طولت عليك. سلام.